طبعا الأسعار بقت صعبة والميزانية بقت محتاجة شوية تفكير كده وشوية ترتيب. فالنهاردة حبيت ان انا اجيب لكم واقول لكم على مشترياتي اللي هي مشتريات الشهر ان شاء الله كده بشوية تدبير وب900 جنيه. ازاي نختار كده الحاجات الأساسية اللي فعلا محتاجاها من غير ما نصرف كتير، لان ساعات ان الواحد بتمسكي المصروف وبتنزلي ومتبقيش عارفة ان انتي هتجيبي وممكن بتضيعيهم في حاجات كتير قوي وكذا حاجة في دماغك، فلازم نرتب أولوياتنا قبل ما ننزل يا بنات. فالنهاردة هقولك على شوية مشترياتي حبايب قلبي اللي قالولي عايزين ميزانية 3000 جنيه ل4 أفراد كبار. ان شاء الله تابعي معايا الميزانية. انا حبيت ان انا انزلك كده حاجة حاجة وواحدة واحدة عشان ترتبي افكارك وما تنزليش تجيبي حاجتك كلها مرة واحدة، الا ان دماغك هتبقى متشتتة ما بين المنظفات والحاجات واللحوم والكلام ده كله. فانا هرتبها كده معاكم وهنزل لكم فيديوهات ورا بعضيها بحيث ان احنا نبقى منظمين. عايزة اقولك انتي نفس الميزانية اللي انا همشي عليها الشهر ده، فان شاء الله خدي منها الافكار اللي تعجبك وتابعي معايا للاخر وان شاء الله تطلعي بحاجة تستفيدي منها. حبايب قلبي واخواتي الامارات، لو اول مره بتشوفوني معاكم اختكم هبه، اتمنى يا رب ان القناه تعجبكم. خشوا بقى خدوا لكم كام كده لفه في القناه وقولوا رايكم وكمان بقى حبايب قلبي واخواتي متشكره جدا على تعليقاتكم، ما نحرمش منكم ابدا. ربنا يصلح لكم حالكم واحوالكم، ويا رب كل اللي تضغط لايك للفيديو يرزقها بزياره الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام انا وهي، اللهم امين. ونصلي في المسجد يا بنات انا وانتم جميعا يا رب، اللهم امين. طيب بالنسبه بقى يا بنات انا عملت انا معايا 3000 جنيه اهم زي ما انتم شايفين. تمام، انا خدت اول حاجه من 3000 جنيه 900 جنيه بس، وسبت الباقي يا بنات كده على جنب اكنهم مش موجودين خالص. انا هنزل ب900 جنيه دول وهنزل واقول لكم ان انا اشتريت وايه اللي وفر معايا وايه اللي لازم تجيبيه قبل ما تنزلي. طبعا دي بالنسبة للمشتريات بتاعت خزين البيت. طبعا مش عايزة اوصيكي قبل ما تنزلي بتشوفي ايه اللي موجود عندك. عندك مكرونات، عندك رز، عندك دقيق، عندك بتشوفي ايه الموجود وايه النواقص اللي انت محتاجاها، وامشي بالورق والقلم. صدقيني احنا في الوقت دوت لازم تمشي بالورق والقلم، ولو ما مشيتيش بالورق والقلم صدقيني الموضوع هيفرق معاكي تماما. طيب صلوا على النبي يا بنات وزيدوا النبي كمان صلى، اللهم صل وسلم وزيد وبارك عليك يا حبيبي رسول الله. ده كيلو رز يا بنات، خير الامور الوسط. يعني كيلو الرز ده بكام؟ ب24، وفي رز كمان يا بنات ب28، يعني دول النوعين، وفي رز تاني ب19 وب20. فانا جبت خير الامور الوسط، الرز اللي هو ب24 جنيه، الحبايه بتاعته كويسه وبتعامل معاه وحلو زي الفل ويمشيكي زي الفل. ما بتعرفيش تستخدميه تقدري تجيبي حاجه تجيبي ابو 27 زي ما انت عايزه. انا جبت منه يا بنات اللهم صل على سيدنا محمد 7 كيلو. 7 كيلو رز بيكفوكي يا هبه؟ الحمد لله اللهم دام علينا نعمه بيكفوني، لان انا ما بعملش الكيلو كامل. طيب انا يا هبه عندي ولادي كبار وبعمل الكيلو كامل، فانا اعمل بدل ما اجيب مثلا 7 كيلو رز او 8 كيلو رز، مثلا لو قلنا الكيلو رز ب24، يعني مثلا هتجيبي ب200 جنيه الا حاجات، او ب190 مثلا 8 كيلو رز، لا هخليكي تجيبي ب200 جنيه 10 اكياس. طب انا بعمل كيلو كامل يا هبه، فالكيلو كامل انا هقول له زلي 10 اكياس على 200 جنيه، كل كيس ب20 جنيه. هتلاقي الفرق بسيط، ولكن زودتي كيسين تعمليهم اكلتين هيفيدوك هيبقوا سهلين عليكي. فاهمه انا اقصد يعني انت لو بتستخدمي رز اكتر فالحل بدل ما تجيبي 8 اكياس ب190 لا هاتيلك 10 اكياس بال200 جنيه على بعض. وطبعا شويه الرز اللي انت طالما انت بتعملي الكيلو كامل مش هيفرقوا معاكي اصلا، يعني مش هيفرقوا معاكي المعلقتين دول، انت فاهماني. فجبت كمان يا بنات 4 اكياس من الشعرية، كل كيس يا بنات نص كيلو. قلت له وزعهم لي كده 4 اكياس، لان انا بستخدم ربع كيلو بس في الاكله. فالشعرية كان الكيلو حوالي ب22 جنيه. اما بقى بالنسبه للدقيق يا بنات انا جبت 2 كيلو وكان عندي نص كيلو من الدقيق.
فانا اشتريت 2 كيلو ونص من الدقيق. يعني ال2 كيلو دول انا اشتريتهم والنص ده كان عندي، كنت لسه يعني جايباه وكان عندي، فانا كده تمام قوي. انا من الناس اللي ما بتعملش مخبوزات كتير، بصراحة ما عنديش وقت يعني. فممكن مثلا اعمل صينية كيكة، ممكن اعمل سمك، ممكن مثلا بدخله، ممكن اعمل لهم مرة كده مثلا قراقيش عشان حاجة تنفع الفطار، او قرص بتنفعهم مثلا مع شاي بلبن، بينفعني يعني في الفطار، بس ما بكترش منه. يعني ما بجيبش مثلا 4 5 كيلو انتي غيري وانا غيرك، فانتي تشوفي ايه الحاجة اللي انتي محتاجاها، لان انا دايما اقول كل بيت وليه ظروفه، وانتي لازم تمشي ميزانيتك بنفسك انتي، لكن انا بديكي شوية افكار تقدري تعمليها. دي بتستخدمي دقيق وبتحبي ان انتي تستخدمي دقيق، فهاتي دقيق واعملي معجنات زي ما انتي عايزة، وجيبي اللي انتي عايزاه. تمام. ما بتستخدميش دقيق، هاتي خير الامور الوسط، هاتي حاجات اللي هو على قد استخدامك بس. والدقيق انا بحطه في التلاجة يا بنات عشان ما يسوسش معايا، يعني باخده كده وبحطه في درج التلاجة. طيب جبتي ايه تاني يا هبه؟ انا جبت مكرونات. المكرونة الكيلو ب24 برضو يا بنات. طيب بالنسبة بقى أنا عندي مثلا ولاد كبار، فانت عشان حاجة تزيد معاكي ما ينفعش تجيبي كيس اللي هو 350 جرام، ده مش هيعمل معاكي، مش هتستفادي منه حاجة، ولكن جيبي كيلو السايب حلو وزي الفل. أهم حاجة ان انت تختاري عطار كويس بيبيع على طول، فتأكدي ان العطار اللي بيبيع على طول دوت بينزلك جنيه أو 2 جنيه في الفرق، وكمان في نفس الوقت حتى لو ما نزلكيش فانت بتجيبي الحاجه منه مش معجنه. ودي مكرونه غاليه يا بنات، انا شفت الكيس الكبير اللي هو الشكاره الكبيره، هي مكرونه غاليه فحلوه، اسمها يعني نوعها غاليه، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. الكيلو بيعمل معايا وبصراحه يعني بيفرق معايا في الكميه. طيب جبت 2 اسباجيتي يا بنات، وجبت 2 مكرونه فرن، وعندي كام كيس كده محمر، فمرضتش اجيب بصراحه مكرونه محمره خالص. جبت كمان يا بنات كيس الفيجيتار دوت، عامل كام؟ عامل 10 جنيه. انا جبت كيسين يا بنات، هو الكيلو 15 فيجيتار الحار، انا بستخدمه يعني للبانيه زي ما انتوا شفتوا، ولاي حاجه مثلا انا عايزه اضافه بتاع كده، فجبت كيسين، بس لسه هوريكم الكيس يعني لسه هيطلع تاني معايا في الشنطه. وجبت طبعا لوبيا، جبت نوع واحد بس، جبت ب20 جنيه لوبيا، وجبت ب20 جنيه عدس بجبة، ولكن كيسين، كيس ب10 وكيس ب10. ليه بقى؟ لازم اعمل ايه مثلا اكلتين مثلا كشري في الشهر كله، فده بينجز معايا وبصراحة بيوفر لي، وكده كده بيكون معايا ايه، معايا الحاجات كلها بتاعته يعني مكرونات والرز. طيب بالنسبة بقى للفطار يا بنات، الفول انا بجيب ب30 جنيه فول، بس مش بجيبهم على بعض. ليه؟ ما بحبش الفول يكتر قوي في الفريزر، بجيب ب20 وبدمسه وبخليه. وفي واحدة حبيبة قلبي قالت لي يا هبة جربيه بالحمص هيبقى حلو قوي، فانا هجرب ان شاء الله الشهر ده عادي، خلينا نجرب. فبجيب بال20، واول لما بيخلص بيكون مثلا فاضل كام يوم كده في الشهر، فلو احتجت باخد ابو 10 جنيه فول بدمسه وبعمله برضه، يعني بحيث ان هو يبقى طازه. انتي مثلا بتستخدموا فول اكتر، هاتي كيلو وخليه عندك. انا الفول مش بستخدمه كتير قوي، ممكن في الفطار، ممكن اعمل منه مثلا اكلتين غدا في الشهر، ادي بيبقى مع يعني اكلتين غدا في الشهر مع اكلتين مثلا كشري، ادي 4 اكلات في الشهر كله، ادي كده انت عملتي 4 اكلات. وده الكيسين الفيجيتار اللي انا بقول لكم عليها. انا من الناس ما بتحبش البقوليات قوي، يعني مليش فيها، فممكن بعمل مثلا منها مرة او مرتين في الشهر برضو، فاهميني؟ فعشان كده انا جايبه ايه، جايبه اللوبيا دي، وجايبه ال اسمه ايه ده العدس، وجبت حمص برضو يا بنات، جبت ربع كيلو من الحمص، اللهم صل على سيدنا محمد. وجبت كمان مرقه يا بنات ب20 جنيه، ما جبتش علبه لان انا ما بستخدمش يعني المرقه كتير، يعني استخدامي يعني بسيط ليها. وجبت بقى نص كيلو من الذرة الفشار، كان عامل 20 جنيه. لو انت قاعدة بقى مع ولادك، طبعا احنا في اجازة، بيبقوا محتاجين حاجات حلوة، فحاولي ان انت مثلا مرة جبتي ترمس، مرة جبتي فشار، مرة جبتي مثلا شوية سوداني كده، على حسب يعني، اقعدي شكلي لهم كده لحد ما الايام دي تعدي، يعني لو انت من الناس اللي عندك اطفال.
طبعا انت بتشوفي ايه اللي موجود عندك وبتكملي منه. ولو انت مثلا بتستخدمي مكرونات اكتر، رز اكتر، تشوفي الدنيا ماشيه ازاي معاكي وتمشي نفسك. انا باخد تومين يا بنات، باخد 2 زيت و3 سكر. ومش عارفة بقى موضوع التومين، بيقولوا الشهر ده يعني آخر الشهر ده هيدوكوا فلوس ولا ايه؟ فقولولي يا بنات عشان انا مش فاهمة حاجة في الموضوع ده. بيقولوا هم هيدوا كام للفرد؟ هل هيدوا فعلا 350 جنيه للفرد الواحد ولا الكلام ده لأ؟ فقولولي برضو في الكومنتات لو حد يعرف حاجة زي كده. جبت برضو يا بنات كيسين ملح الملكة، الكيس كان عامل 5 جنيه، وكان متبقي يعني بصراحة 9 جنيه، فقلت له هات الاتنين اللي ايه، كيسين ملح البخير دوت، كان الكيس عامل 2 جنيه. اما بالنسبة للشاي يا بنات، الشاي انا بجيب باكت كده ب10 جنيه، لاني انا مش من الناس اللي بيشربوا شاي. يعني انا ممكن من الباكت ده يقعد معايا اسبوع كامل واكتر كمان، ممكن بيخلص يعني عشان لو انا بعمل شاي بلبن، فاهمني؟ فانا بجيب باكت، وممكن من وانا نازله اجيب الخضار، اجيب ممكن مثلا واحد تاني، يعني ممكن استخدامي كله 3 أو 2 على حسب يعني. لكن ما برضاش اجيب الربع كيلو لان بيقعد معايا كتير، فقلت اجيب اللي انا محتاجاه بصراحه. وكل جنيه انتي وفرتيه صدقيني هتلاقيه في بند تاني تحطيه، واي جنيه وفرتيه هينفعك برضو في حاجه تانية، فاهماني؟ طيب التوابل جبت بقى ب20 جنيه فلفل اسود، وب20 جنيه يعني ب40 جنيه فلفل اسود، وخليته على كيسين. ان انا كل استخداماتي فلفل اسود والسبع بهارات يا بنات. شطة طبعا لو انا عملت حاجة بالشطة، وبابريكا بس، وكمون عندي وكزبرة عندي، فما حبيتش ان انا اجيب. اول ما يخلصوا يا بنات ابقى اجيب مع الخضار، يعني مع الخضار. لكن اجيب شوية مثلا توابل بمبلغ واحطهم في التلاجة وممكن يسوسوا مني، لا انا ما بحبش الموضوع دوت. ف... فانا بحب الم الدنيا كده في التوابل، 100 جنيه كده يلمولي الدنيا، او اقل من 100 جنيه حسبتيها هي والملح والمرقه يعني. ممكن يعني ايه بلم الدنيا كده في ال100 جنيه زي ما قلت لكم. دي الحاجات اللي انا جبتها من عند العطار او من عند يعني العلاف اللي هو بيبيع المكرونات والحاجات دي. بالنسبه لحبيبتي اللي قالت لي طب انا ازاي انظم واجيب حاجتي، بصي يا حبيبي، اول لما بتمسكي المصروف، طبعا لو عندك شوية حاجات يكفوكي يوم ولا 2 مشي دنيتك عادي كأنك مخدتيش المصروف. طب بعد ما تاخدي المصروف هتقسمي كده لأجزاء بسيطة. أول جزء مثلا هتنزلي تجيبي حاجات الأساسية اللي هي تكفيكي مع أكتر من أكلة، زي الرز، زي المكرونة، مهم جدا لأنها ايه سريعة وسهلة وتنفع في أي وقت زنقة. البقوليات زي العدس والفول واللوبيا والكلام ده، تشوفي انت استخدامك قد ايه وانزلي هاتي الحاجات ديت، هتمشيكي وهتخليكي هي دي اللي هتبني عليها اكلات الشهر كله. فلازم انزل اجيبها. الاساسيات زي الزيت والسكر والشاي. حاجة تانية لازم تحسبيها صح، احسب انا محتاجة ايه بالظبط، مش شرط ان انا انزل اشتري مشتريات وخلاص. يعني مثلا انا هجيب ربع كيلو من الشاي، انا اصلا ما بستخدمش شاي، طب انا اجيب الشاي الكبير ده ليه؟ ما انا اجيب الباكت الصغنن ده، او اجيب مثلا 2 باكت صغنن ده، واشوف مثلا استخدامي قد ايه. لكن ما اجيبش مثلا وبقى معايا شاي، الشاي بيكرف جدا وممكن ياخد من اي ريحة من اي حاجة، فهتكوني خسرتي مثلا نص الباكو. طب هو عليكي بايه؟ ممكن تجيبي الحجم الاكبر من اللي انا جايباه شويه، اللي هو ب20 جنيه او حاجه زي كده. فانتي ادرى بالحاجه اللي انتي محتاجاها. جبت كمان يا بنات عصاير، وجبت شويه جبت بيكنج باودر كيك شيف، عشان لو عملت كيكه ولا حاجه في وسط الاسبوع وفي وسط الشهر يعني واسمه ايه ده. وجبت كمان يا بنات فانيليا، كان الكيس ب2 جنيه، فجبت ايه 5 اكياس، لان انا يعني بعمل رز بلبن، يعني بستخدم في الكيكة مش بستخدم في حاجات تانية. فانا مش هجيب وخلاص واعبي وخلاص ويكون عندي الحاجات لا وخلاص، لا انا بشوف اللي موجود عندي وبجيب. بصوا يا بنات بالنسبة بقى للزيت، انا بجيب ازازتين زيت دول يا بنات حوالي تقريبا كده، هو مكتوب عليها تقريبا لتر، بس هي يعني حوالي 900 جرام ولا حاجة. فدي كانت بكام؟ كانت ب55 جنيه الازازة. فجبت ازازتين كده، وكانت ب60 والله ما فاكرة.
للامانه يعني. فانا جبت ازازتين وجبت نص كيلو من السمنه يا بنات كانت عامله نص كيلو 55 جنيه. فهتقولي دول هيكفوكي؟ انا لو ما كانش عندي زبده في الفريزر كنت جبت زبده، لكن انا عندي زبده من اخر مره كنت جايبه زبده معاكم فموجوده عندي في الفريزر، بحلي بيها الاكل كده، بحط مكعب كده في كل اكله تحتاج مني زبده، فيعني بمشي الدنيا بيها. فانا عندي الزبده فما جبتش، فجبت نص كيلو. طب انا عايزه امشي الدنيا، ما ينفعش يكون معايا ميزانيتي بسيطه وانزل اجيب لي علبه سمنه ب 250 جنيه. طب ما انا 250 جنيه دول ممكن يجيبوا لي رز ومكرونات، او ال 200 جنيه دول يجيبوا 250 جنيه دول ممكن يجيبوا لك 12 12 يعني هنقول 10 كيلو مثلا من الرز والمكرونة. يعني مثلا لو قلنا ب25، ال200 جنيه دول هيجيبوا 8 كيلو مثلا رز، وال50 يعني هيجيبولك 10 كيلو. فأنا أدرى أشوف أنا ناقصني ايه واجيبه، أشوف إمكانياتي ايه واعملها. فما ينفعش اقول مثلا ان انا معيش فلوس وانزل اجيب مثلا، او ميزانيتي بسيطه وانزل اجيب مثلا علبه السمنه الكبيره دي. طب ما هي هتفرق معايا، ما انا ممكن اجيب كيلو مثلا ب100 جنيه ولا ب110، وال110 التانيين ولا 140 التانيين اجيب بيهم شويه حاجات تنفعني وتنفعني كذا يوم. فهماني؟ هي الفكره كده، هاتي الاساسيات وهاتي الحاجه اللي انت محتاجاها، وبعدين خليكي ذكيه وانت بتشتري حاجتك. بنات جبت كيلو سكر، لان انا كان عندي كيلو، انا بستخدم يعني 2 كيلو على على التلاتة اللي باخدهم، او الاتنين اللي باخدهم من التومين، يعني بيظبطوني كده. والازازتين زيت هيسندوني مع ازازتين الزيت اللي انا هاخدهم من التومين. فانت اي حاجة وفرتيها انت اولى بيها، لو وفرتي 100 وفرتي 50 فانت اولى بيها، هتحطيهم في بند تاني تشيليهم انت وراحتك. زي ما قلتلك بالنسبه للناس اللي معايا في الحصاله يا بنات، الحمد لله كل مره بنزيد، وهنعمل فيديو كده مفصل ونقول اسامي كل البنات اللي دخلوا معايا في موضوع الحصاله. طبعا البيت دلوقتي رخص يا بنات، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. الطبق دوت يا بنات الاحمر ب90، البضايه عامله 3 جنيه، وانا اللي منقياه يا بنات، ما هو ما ادانيش الطبق. يعني انت نقي البيضه، عشان هما بيحطوا الصغير قدام والكبير ورا، فانت نقي البيض اللي انت عايزاه في طبق، وبعدين قولي له انا عايزاهم، هتدفعي لك 90 جنيه مثلا لو البيض ابيض. طب قصدي احمر. طب لو البيض ابيض ب 80 جنيه الكرتونه، ما تقوليلهوش هات كرتونه، انت نقي، وبعد ما تنقي وتاخدي البيض بتاعك في شنطه قولي له هات كرتونه انا عايزاها. وبكده تكون انتي جبتي بضايه حلوه وكبيره، وفي نفس الوقت ما خليتهوش يحطلك البيض اللي هو عامل زي البلي ده الصغير ده. انتي فاهمانه اقصد ايه؟ فخليكي ناصحه كده وانتي نازله تشتري حاجتك. ان شاء الله استنوني في فيديوهات تانية. وعايزه اقول لكم انا جبت الحاجات ديت اقل من 900 جنيه بكتير، واللهم بارك، ربنا يا رب يبارك لنا. كان متبقي معايا حاجات بسيطة، فهجيب بس منهم نص كيلو من الدقيق البسبوسة عشان نعمل برضو حاجة حلوة، وفي نفس الوقت ما نبقاش حرمنا ولادنا من حاجة. عندك جلاش، هاتيلك ورقة جلاش واعملي لهم، بصي أبسط حاجة جلاش بالسكر، اعملي لهم في دلوقتي كنافة موجودة، هاتيلك كيس واعمليه. يعني حاجة حلوة كده، مع مرة تعملي حاجة حلوة، مرة تعملي ترمس، مرة تعملي شوية فشار، مشي دنيتك كده، وربنا يصلح لكم حالكم وأحوالكم، وربنا يا رب يوسع أرزاقكم جميعا، ويا رب يا رب يديكوا الخير كله، ويجعل بيوتكم دايما عمرونة بالخير والبركة، ودايما عمرونة يا بنات، ويوسع عليكم. وعارفة ان قد ايه ان البيت بيكون محتاج، بس يا بنات مع الصبر وشوية تدبير ربنا كريم، وربنا بيبارك في القليل، والله العظيم بيديكي بركة كبيرة. اهم حاجة ان انت ما تضايقيش نفسك، مهما كانت ميزانيتك خديها ومشي نفسك على قد ما تقدري، وربنا قادر يبدل الحال لأحسن حال. ربنا يرزقكم حسن الحال، ويرزقكم راحة البال والسعادة والخير دايما في بيتكم. يا رب يا رب كل اللي وصل معايا لحد هنا يا رب يرزقها براحة البال والسعادة لقلبها، ويفرحها بولادها، ويا رب يجعلهم من الناجحين والمتفوقين، ويجعل يا رب الخير في بيتها ويوسع عليها، ويا رب يرزقني أنا وهي
في الصلاة في زيارة الحبيب، اللهم امين، في مسجد الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام. اشوفك بخير، شكرا جدا ليكم وبشكركم حبايب قلبي. اشوفكم على خير يا بنات في فيديو جديد، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في رعاية الله وامنه.